السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل مسقعة بالبشاميل بس بطريقة مختلفة شوية، يعني انسي اي نوع مسقعة عملتيه قبل كده وجربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبك اوي. فانا هنا عاملاها بقطع لحم مكعبات كده فيها يعني بجد حكاية. ما تقلقيش مش هتحتاجي كمية لحمة كبيرة ولا حاجة لانها بتتقطع صغير خالص، فربع كيلو لحمة كفاية اوي. حقيقي طعمها احلى من اللي باللحمة المفرومة واحلى من المسقعة العادية، بجد حلوة جدا. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. اول حاجه هتحتاجي ربع كيلو بس من اللحمه المفرومه. انا هنا مزوده اللحمه لاني هعمل كميه كبيره من البتنجان، لكن في العادي لما بعمل صينيه متوسطه بستخدم ربع كيلو بس من اللحمه. بقطعها مكعبات صغيره خالص. في الوصفه دي ممكن تستخدمي اي نوع لحمه تحبيه مفيش مشكله، بس بلاش اللي فيها دهون، لو فيها قطعه دهن او حاجه شيليها منها. يعني مش بحس ان قطع الدهون بتبقى لطيفه في الاكله دي، لكن لو انت حباها مفيش مشكله. جبت حله حطيتها على النار وحطيت فيها معلقه سمنه واستنيت لما سخنت ونزلت عليها اللحمه علشان تتشوح فيها. ما تحاوليش تقلبي في اللحمه كتير في الاول علشان ما تنزلش السوائل اللي فيها، يعني بتستني لما تبتدي تاخد لون من ناحيه كده وبعدين تبتدي تقلبيها براحتك. بعد ما كلها خدت تشويحه كويسه كده نزلت عليها البصله وهقلبها معاها. دلوقتي هنزل عليها التوابل، حطيت فلفل اسود وبهارات ورشه قرفه صغيره، وطبعا ما حطيتش الملح دلوقتي علشان ما اخرش سوى اللحم. انا دايما بقول ان الاكل الحلو مش بكتر التوابل، التوابل بتضيع طعم الاكل فعلا. يعني لو كترت التوابل عن الحد المطلوب هتلاقي طعمها بقى قلب توابل خالص، مش هتحسي بطعم اللحمه اصلا. وحتى كمان مرقه الدجاجه انا ما بحبش استخدمها خالص، لانها مش حاجه صحيه وفي نفس الوقت انا اقدر استغنى عنها واطلع الاكل برضو طعمه حلو. نزلت كمان فلفل رومي وطماطم متقطعين قطع صغيره، وهشوح كل الحاجات دي مع بعض وبعدين هنزل عليهم كوبايه من الميه. ما تحطيش كميه ميه كبيره مره واحده علشان ما تحسيش انها طعمها زي المسلوق بعد كده. يعني الافضل تشوفيها من وقت للتاني، وكل ما تحتاج ميه احط لها شويه ميه كمان لحد ما تستوي. تمام، واول ما بتغلي بهدي النار عليها وبغطيها واسيبها لحد ما تستوي، ومن وقت للتاني بشوفها لو احتاجت ميه زي ما قلتلك بزودها شويه في شويه. ولما قربت على السوا ضفت عليها الملح وسبتها بس لحد ما الميه اللي فيها دي تتبخر وبعدين طفيت عليها على طول. دلوقتي جبت البتنجان وبقشره وهقطعه شرايح وبعدين احط عليه شويه ملح واقلبه معاه. هحطه في مصفى علشان ينزل الميه اللي فيه وبعدين هبتدي اقليه. خدي بالك لو طلعتي البتنجان فاتح شويه بتلاقيه شارب زيت كتير قوي، وكمان ما تغمقهوش قوي علشان طعمه ميبقاش مر. وبعد ما بطلعه بضغط عليه بالمناديل كده علشان اتخلص من اي زيت زياده فيه. وبعد كده هبتدي اعمل البشاميل، بحط معلقه سمنه ومعلقه زيت على النار وبنزل عليهم معلقتين من الدقيق. يعني معلقتين كبار من الدقيق بيبقوا كفايه قوي في الوصفه دي، علشان انا مش بحب اغرقه قوي بالبشاميل زي ما بنعمل في المكرونه مثلا، لكن هو بيحتاج كميه بشاميل اقل. اقلب الدقيق لحد ما لونه يتغير وبعدين بنزل عليه اللبن. نزلت عليه كوبايتين من اللبن البارد مع التقليب المستمر، وحطيت ملح وفلفل اسود ورشه قرفه صغيره. طبعا بستمر في التقليب علشان ما يعملش اي تكتلات لحد ما قوامه يتقل زي ما انت شايفه كده. كده خلصنا كل المكونات اللي محتاجينها، هنركب بس المكونات دي على بعض وخلاص على كده. احط طبقه بشاميل وعليها طبقه بتنجان وبعدين خلطه اللحمه اللي احنا عملناها. وزعت اللحمه عليها كويس بعدين نزلت عليها طبقه تانية من البشاميل. حاجه بسيطه خالص زي ما قلتلك، مش بكتر البشاميل اللي فيها قوي. وبعدين حطيت باقي البتنجان وصوص البشاميل كمان على الوش، ونضفت حروف الصينيه من اي كريمه موجوده فيها علشان ما يتحرقش. وبعدين بدخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق بس، مجرد ان المكونات دي كلها تغلي مع بعض كويس، وبشغل عليها الشواية تاخد وش من فوق. ده لان كل مكوناتها مستوية كويس، انا مش محتاجة غير انها بس تغلي مع بعض كده غلوة وخلاص. كمان لو سبتيها كتير في الفرن هتلاقي الصوص بتاعها ده نشف وبقى مش حلو. وبس كده عملنا احلى وصفة مسقعة بالبشاميل واللحمة، منتهى البساطة وطعمها في منتهى الجمال. زي ما انت شايفة كمية الصوص اللي حطيتها مظبوطة جدا. حقيقي خلطة اللحمة دي بتديها طعم حلو قوي. اتمنى تجربي الوصفة وتقولي لي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.